مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى راجعه لكم فيديو بقى عايزين نعمل ماسك ونهتم ببشرتنا كويس. النهارده انا جايه لكم بماسك النشا، او المكون الاساسي والرئيسي بتاعه هو النشا. طبعا النشا من المواد الطبيعيه اللي بتفيد البشره بتاعتنا، وكمان بتدخل في يعني اغلب الوصفات الطبيعيه للبشره. طبعا والنشا معروف عنه بالتفتيح، انه بيفتح البشره بسرعه، وطبعا هو من اجمل فعلا البشره، من افضل المكونات يعني اللي بتدخل في وصفات تفتيح البشره. طبعا هندخل النهارده معانا اول حاجه معايا معلقه النشا. دلوقتي هنضيف برضو معلقه كركم. انا ضفت معلقه كركم. كركم هيزود لي قيمة الوصفة، وكمان هو بيعمل على زيادة إشراقة البشرة كمان. كمان الكركم له خصائص علاجية. بتقي من الحبوب. طبعا احنا عارفين ان فيه حاجات كتيرة منتجات نازلة داخل فيها الكركم عشان تقضي على الحبوب اللي بتظهر في البشرة. يبقى انا دلوقتي انا ضفت معلقة نشا ومعلقة كركم. هضيف عليهم زبادي، هحط معلقة زبادي، وهضيف مية ورد، وهضيف برضو عصير ليمون. الناس اللي عندهم تحسس او ما بيحب اللي هم بشرتهم حساسة ممكن يعني يجربوا نقطة، لا يعني ايه، نقطة من عصير الليمون عشان بتدينا نتيجة. هنحط دلوقتي هنا هنضيف معلقة الزبادي، وبعد هنا هضيف الماء ورد. انا ما كملتش المعلقة كاملة، هنحطه ونحط عصير الليمون. عصير الليمون طبعا انا هحط برضو شوية، ولما احتاج هحط تاني. هنقلب بقى الخليط مع بعض، هقلبه وارجع لكم تاني. انا قلبت الماسك كويس جدا لغايه ما كل المكونات امتزجت مع بعضيها اهي، وبقى قوامه كويس. هبتدي اوزعه على البشره لغايه ما يتكون عندي قوام يعني يعتبر سميك. هو كده حلو، هقدر اوزعه على البشره. هنسيبه على البشره لمده 20 دقيقه، وبعدين هنضف البشره كويس بميه دافيه. الماسك ده عشان تلاقي ليه نتيجه فعاله هنكرر الماسك ده مرتين في الاسبوع، وان شاء الله هتلاقوا نتيجه حلوه جدا هتعجبكم. والناس اللي بتعاني من الحبوب تجربوا حلو. بالنسبه طبعا ان قلنا ان الكركم بيدخل في علاجات كتيره، بيعالج الحبوب. هو ده كان الماسك النهارده. ان شاء الله اقدم لكم ماسكات تانية. طبعا النشا في ماسكات كتير داخل فيها النشا هنزلها لكم ان شاء الله بالترتيب كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. الناس اللي ما اشتركتش بقى تشترك كده في القناة وتنورني. بجد انا ببقى فرحانة جدا لما بلاقي ناس جديدة بتكون عندي. دي حاجة بتسعدني وبتفرحني قوي. ما تنسوش بقى اللايك. يلا سلام.